السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا أمارات في فيديو جديد في قناة كروشيه تيوليب. النهاردة هنعمل مع بعض كوفية جميلة جدا جدا بغرزة مميزة وسهلة جدا للمبتدئين وسهلة جدا جدا في العموم، وهي شيك جدا وترندي دايم. يعني الغرزة بتاعتها مش بتقدم أبدا، وهي جميلة بغرزة سهلة جدا. هنعمل مع بعض كوفية جميلة تنفع رجالي وتنفع حريمي، وزي ما قلت لحضراتكم الترند بتاعها على طول موجود. اي حاجة جميلة بتكون اجمل حاجة فيها البساطة. هنبتدي مع بعض. انا هستعمل خيط اليزا ماكس، هو خيط سميك لكن نوعه جميل ومميز جدا لشغل الشتاء، وانا بحب وبفضل النوع ده جدا من الخيوط. بيكون منجز وسريع وكمان بيدفي، وعدد الأمتار بتاعته بتخلص على طول في الشلة، فبتنجز معانا في الشغل. هو خيط زي ما قلت لحضراتكم سميك، الشلة بتاعته 100 متر. هستخدم معاها إبرة رقم 8. هنبتدي مع بعض الشغل. هنعمل عقدة بداية، دخل الحلقة كده في العقدة وبسحب الخيط. انا هعمل معاكم نموذج صغير للغرزة دي، وبعدين حضراتكم هتكبروا الغرز زي ما انتوا عايزين. بعد ما هخلص النموذج الصغير ده هوريكم الكوفية كاملة وعملت عدد غرز قد ايه واخدت معايا كمية الخيط ايه، وهنشوفها النهاية مع بعض ازاي هننهي الكوفية وازاي هنعملها كلها من الاول للاخر. انا هبتدي باي عدد سلاسل. انا عملت اي عدد عشوائي من السلاسل زي ما اتفقنا ان احنا هنعمل نموذج صغير للغرزة، وبعدين هقول لكم كل تفاصيل الكوفية. انا هنا عملت، هسيب اول حلقتين، ادي 1 2، لكن انا مش هشتغل في الجزء ده خالص، لا انا هقلب السلسلة بالشكل ده وهسيب برضو اول حلقتين زي ما اتفقنا، وهدخل في الحلقة التالتة هاخد لفة على الابرة وهدخل في الحلقة التالتة كده في المكان اللي انا قلتلكوا عليه بنقلب السلسلة وبنشتغل. دخلت كده في الغرزة هاخد لفة على الابرة واطلع من ال3 حلقات. عملت اول غرزة نص عمود. الغرزة اللي بعدها طبعا السطر ده زي ما اتفقنا هيكون كله غرز نص عمود عادية. لفة على الإبرة وبندخل في الجزء ده كده وبنسحب الخيط وبنطلع من ال3 حلقات مرة واحدة. هنكمل السطر بنفس الطريقة، كله غرز نص عمود، ونرجع نكمل مع بعض. أنا هنا أنهيت السطر، هاخد لفة على الإبرة وهعمل آخر غرزة معايا بالشكل ده كده. بعد ما نهيت أول سطر اللي هو بغرزة النص عمود العادية، برتفع سلسلتين وبلف الشغل كده، بلف الشغل بالشكل ده. هاخد لفة على الإبرة، وأول غرزة معايا في السطر أنا هشتغلها تحت الحلقتين، يعني بدخل تحت الحلقتين وبسحب الخيط بالشكل ده كده. طيب شايفين على الإبرة طبعا 3 حلقات. هاخد أول حلقة وأخرج من الحلقة التانية بالشكل ده كده، وبعدين هاخد لفة على الإبرة وأخرج من الحلقتين. شايفين؟ هو ده الاختلاف الوحيد بين غرزة النص عمود العادية والنص عمود المبرومة. طب أنا هكمل إزاي؟ هاخد لفة على الإبرة والغرزة اللي بعدها على طول في الحلقة الخلفية. شايفين دخلت فين؟ هسحب الخيط بالشكل ده واخد اول غرزة على سن الابرة واخرج من الحلقة التانية،
هيفضل معايا على الإبرة حلقتين، هاخد لفة وهخرج من الحلقتين. شايفين شكل العمود؟ هو مختلف تماما عن العمود العادي. طيب هنكرر مع بعض. باخد لفة وادخل في الحلقة الخلفية، اسحب الخيط، معايا 3 حلقات، معايا 3 حلقات على الإبرة، بسحب أول حلقة واخرج من الحلقة التانية، وبعدين باخد لفة من الخيط واخرج من الحلقتين. تاني باخد لفة على الإبرة وادخل في الحلقة الخلفية بالشكل اللي احنا شايفينه ده، اسحب الخيط بالشكل ده كده، معايا على الإبرة 3 حلقات. بسن الإبرة باخد الحلقة الأولى وأطلع من التانية، معايا على الإبرة حلقتين، باخد لفة وبطلع من الحلقتين. بكمل السطر بنفس الطريقة وبرجع علشان أقول لكم هنعمل الارتفاع وهنشتغل إزاي. أنا هنا أنهيت السطر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. آخر غرزة هعملها باخد لفة على الإبرة وبدخل تحت الحلقتين بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وبسحب الخيط وبعمل غرزتي اللي احنا اتفقنا عليها. بسن الإبرة بخرج من الحلقة الأولى للحلقة التانية، هيفضل معايا حلقتين على الإبرة، باخد لفة وأخرج من الاتنين. طيب هنكمل شغلنا ازاي؟ هنكمل شغلنا بنفس الطريقة. الارتفاع 2 سلسلة، وبلف شغلي كده بالشكل ده. شايفين شكل الغرزة مختلف تماما عن الغرزة العادية، من الخلف ومن الأمام. باخد لفة على الإبرة بالشكل ده كده، وأول غرزة في السطر وآخر غرزة في السطر باخد لفة على الإبرة بالشكل ده كده، وأول غرزة في السطر وآخر غرزة في السطر أنا بعملها تحت الحلقتين. طبعا خلينا متفقين إن الكوفية دي هنشتغلها بالطول، يعني أنا مش هشتغلها بالعرض، لا أنا هعمل بداية عدد السلاسل اللي أنا هعملها هو اللي هيكون طول الكوفية. تمام. وطبعا هوريكم الكوفية بعد ما خلصتها وهقول لكم كل التفاصيل زي ما اتفقنا. باخد لفة على الإبرة بالشكل ده بعد ما ارتفعت 2 سلسلة، وبدخل تحت الحلقتين، أسحب الخيط وأخرج من الحلقة الأولى للحلقة التانية، وآخد لفة على الإبرة وأخرج من الحلقتين. أنا هنا أنهيت تالت سطر، وصلت للغرزة الأخيرة. باخد لفة على الإبرة وتحت الحلقتين بدخل كده، أسحب الخيط وبعمل غرزتي العادية، لكن الفرق بينها وبين اللي قبلها إن هنا بتكون تحت الحلقتين. يعني اتفقنا مع بعض إن أول غرزة وآخر غرزة هتكون تحت الحلقتين. بسحب الحلقة الأولى وبطلع من التانية، وبعدها آخد لفة على الإبرة وأطلع من الحلقتين. طيب السطر اللي بعده هشتغل إزاي؟ سلسلتين ارتفاع، بلف شغلي، باخد لفة على الإبرة، وأول حلقة بدخل تحت الحلقتين، أسحب الخيط، ومن الحلقة الأولى بخرج للحلقة التانية، وبعدين لفة وبخرج من الحلقتين. الغرزة اللي بعدها باخد لفة، وفي الحلقة الخلفية باخد حلقة. خلصت أول غرزة، بعدين باخد لفة على الإبرة وأدخل في الحلقة الخلفية، أسحب الخيط واطلع من الحلقة الأولى للتانية، وبعدين لفة وأخرج من الحلقتين زي ما شرحت لحضراتكم قبل كده. هي تكرار سطر واحد بس. لفة على الإبرة وأدخل في الحلقة الخلفية، أسحب الخيط، وبعدين بخرج من الحلقة الأولى للتانية، لفة على الإبرة وأخرج من الحلقتين، وبكمل شغلي بنفس الطريقة. بعمل من هنا للغرزة اللي قبل الأخيرة نفس الطريقة. الغرزة الأخيرة بندخل تحت الحلقتين وبنعمل نفس الغرزة، وبرتفع بالأسطر 2 سلسلة ارتفاع، وأول غرزة وآخر غرزة بندخل تحت الحلقتين ونعمل الغرزة بتاعتنا عادي.
كده كل الامور بقت واضحة معاكم، وان شاء الله باذن الله هتكون سهلة جدا جدا في التنفيذ معاكم للمبتدئين ولاي حد ممكن يعملها. انا دلوقتي هوريكم الكوفية بعد ما خلصت، وهقول لكم على كل تفاصيلها. انا هنا انهيت الكوفية وهي بطول حوالي 2 متر و10، لاني انا عاوزاها طويلة تتلف على الرقبة مرتين. طبعا انا هنا عملت كل الاسطر بنفس الطريقة اللي انا قلت لحضراتكم عليها. ده اول سطر انا عملت فيه 200 غرزة، عملت 200 غرزة و2 سلسلة ارتفاع لنص العمود، يبقى عملت 200 غرزة و2. تمام. طبعا ده في الحالة ان انتوا هتشتغلوا بنفس الادوات اللي انا مستخدماها. وطبعا عملت اول سطر اللي انتوا شايفينه ده زي ما اتفقنا في النموذج اللي انا عملته. وبعدين ارتفعت بالاسطر بنفس الطريقة. اول سلسلة بشتغلها تحت الحلقتين، اول سلسلة في السطر بشتغلها تحت الحلقتين، واخر سلسلة بشتغلها تحت الحلقتين، وبعد كده بعمل كل شغلي عادي. انتوا شايفين جمال الغرزة وشايفين اختلافها، وهي غرزة جميلة جدا جدا، وفي الاساس شتوي ومميزة جدا لجميع الكوفيات. تمام. طيب انا هنا انتوا شايفين شكل الكوفية من الجنب، مفيش خالص اي اختلاف ولا حاجة مرتفعة ولا اي غرزة لاي ارتفاعات، لان احنا بدأناها بالطول. تمام. وبعد ما خلصنا كل الاسطر اللي احنا عايزين ننهي الشغل، هننهيه ازاي؟ هننهيه زي ما بدأناه، هننهيه بغرزة نص عمود عادية تحت الحلقتين. زي ما انا بدأت هنا هنهي هنا. تمام. يبقى انا خلصت الكوفية، عملت حوالي طبعا ده سطر البداية اللي هو سطر النص عمود، ادي كده 2 4 6 8 9. هعمل سطر عادي يبقى كده 10 سطور، والسطر ده يبقى كده 11 سطر. طبعا هنبتدي مع بعض دلوقتي اوريكم بس هننهي شكل الكوفية ازاي. اخر حاجة طبعا هنا اشتغلتها غرزتي العادية تحت الحلقتين، هرتفع سلسلتين، 2 سلسلة كده، هرتفع 2 سلسلة، هاخد لفة على الابرة. انا هدخل تحت الحلقتين، هسحب الخيط معايا 3 حلقات على الابرة، هاخد لفة واطلع من ال3 حلقات بالشكل ده كده. هنهي شغلي ازاي؟ زي ما اتفقت معاكم تحت الحلقتين هعمل غرزة نص عمود، اخد لفة على الابرة وادخل في الغرزة كده واسحب الخيط واطلع من ال3 حلقات. تاني لفة على الابرة وادخل تحت الحلقتين، اسحب الخيط واخرج من ال3 حلقات. نفس الطريقة لحد اخر السطر. غرزة جميلة وسهلة جدا، وكوفية في منتهى الجمال والشياكة، وهتخلص معانا على طول. لفة على الابرة وادخل تحت الحلقتين واعمل نص عمود عادي بالشكل ده اللي احنا شايفينه ده كده. هكمل السطر وهرجع اقول لكم عرض الكوفية كام بالتحديد، وهقول لكم كمان هعمل الشراشيب شكلها ازاي، ونكمل مع بعض كل الكوفية. انا هنا انهيت السطر زي ما اتفقنا ان احنا بنشتغل نص عمود تحت الحلقتين، واخر غرزة اشتغلتها طلعت بالخيط مسافة كبيرة علشان اعمل حساب الشراشيب وما شيلش هم اني انا انضف نهاية الخيط. عملت الجزء ده في الشراشيب، انا مش محتاجة اكون مطولها قوي لان الكوفية اوريدي طويلة اصلا جدا، وهي جميلة جدا جدا، وتتلف حوالين الرقبة لفتين مرتاح خالص.
هنعمل مع بعض الجزء التاني في الشراشيب. طبعا انا بعدل الجزء ده على حسب نفس الشكل من الناحية التانية علشان تكون العقد من قدام. تمام. انا بقص مجموعة خيوط قد بعض الطول علشان انا عاوزة اعمل خيط مجوز للشراشيب. يعني انا هعمل الجزء ده كده، هتني الخيط بالشكل ده كده، فهقص كمية من الخيوط على نفس الطول وبتنيه بالشكل ده علشان يكون مجوز، وبرضو بتنيها تاني علشان يكون بالشكل ده كده. وبعدين في الجزء ده كده بدخل وبسحب الخيط بالشكل ده، وبعدين بدخل الجزء ده كله في الحلقة واطلع منها خالص واشدها بشدة صغيرة بالشكل ده. بتمنى تكون واضحة. انا عملت ده هنا، يبقى هعمل الشرشوبة التانية في نفس المكان ده، السطر اللي بعده على طول. بجيب الخيط واتنيه التانية الاولى والتانية كده، بدخل الابرة بالشكل ده وبسحب كده، بعدين بظبطها كده قبل ما اطلعها من الحلقة، اتأكد ان كلها سوا واحد. شايفين؟ وبعدين بدخلها من الحلقة بالشكل ده واشدها. تمام. طيب العقدة اللي بين الشرشوبة والشرشوبة دول هنعملهم ازاي؟ انا هنا عندي 4 اطراف للخيط، هسيب اول طرفين وهاخد الطرفين التانيين بالشكل ده كده، وهاخد من السطر التاني الطرفين اللي قدامهم بالشكل ده. بتمنى تكون واضحة. هاخد الطرفين دول بلفهم على الطرف التاني كده، وبعدين بلفه من ورا كده، وانا عاملة مسافة من هنا علشان ادخل الطرف ده في الجزء ده كده علشان اعمل عقدة، العقدة تكون ليها شكل متساوي. انا هنا دخلت الخيط من الناحية التانية وبقى بالشكل ده كده، بظبطه بالشكل ده، شايفين؟ وبعدين بنركب الشرشوبة في السطر اللي بعده على طول في نهاية السطر، وبنعمل نفس الموضوع. باخد الطرفين دول مع الطرفين الخاصين بالشرشوبة الجديدة واعمل نفس العقدة، وفي النهاية بساوي الأطراف كلها علشان تكون الأطوال كلها واحدة، وهتبقى بالشكل ده في النهاية. بتمنى ان كل حاجة تكون واضحة معانا، وبتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم والشرح يكون عجبكم والكوفية كمان تكون عجبتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.